واضح انه الخلاف في الامارات السعودي دخل مرحلة التسخين. الخلاف ما عاد مقتصر على تصريح فيه همز ولمز، بل وصل الى مرحلة اغلاق المعابر الحدودية، وايضا تبادل الحملات الاعلامية على منصات التواصل، واتهام الرياض لابو ظبي إن عم بتدخل إلى السعودية عشرات ملايين حبوب المخدر. وفي الوقت اللي بدأ فيه ابن سلمان في تحويل الرياض إلى مركز إقليمي عالمي، طلع إعلاميون إماراتيون ومقربون من الإمارات يشككوا في قدرة الرياض إن تحل محل دبي، وشنوا هجوم واسع على ابن سلمان واتهموه إنه استسلم قدام إيران وقدام الحوثيين. ورد السعوديون بالسؤال: طيب وين الجزر الإماراتية الثلاثة اللي طول عمركم تقولوا إيران احتلتها؟ هذا بقول لك انه في كاتب يمني من هذول اللي مش مستحمل يشوف اليمن موحد وبيطالب ليل نهار بتقسيم بلده، اسمه هاني سالم مسهور، مقيم الان في الامارات، طلع وكتب تغريدة عبر تويتر قال فيها: وأن تواصل السير بعد الإمارات فهذا يعني أنك تسير في الطريق الصحيح. واللي مش عارف شو السالفة بقول لك كف عدس، بس السعوديين فهموا اللمز الموجود في التغريدة، وإن عم بتعبر عن ابن سلمان إنه ماشي على خطى ابن زايد، مثل كأنه التغريدة عم بتقول إنه ابن سلمان بيشوف شو عم بيعمل ابن زايد وبيروح بقلده. ابن زايد صالح أردوغان فصالحته السعودية، وابن زايد صالح إيران فصالحتها السعودية، والإمارات صالحت نظام الأسد فراحت الرياض مستقبل وزير الخارجية السوري. المغردين السعوديين ما سكتوا على هذا الكلام، ونشروا مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بيقول فيه: متعة السعودية في جعل الناس كلها تقف على أصابع أرجلها. متعة السعودية أن تجعل الناس كلهم على أصابع رجولهم. وكتب مغرد مسمي حاله كولومبوس: هاني سالم مسهور، كاتب يمني، سكن حي الملز في الرياض لمدة، ويوم ما حدا أعطاه وجه انتقل ليعيش في الإمارات للارتزاق الإعلامي على الدول والشعوب. لبس الثوب السعودي ولم ينجح نفاقه، لبس الثوب الإماراتي وصار يرضح هنا. ورد مغرد آخر: مشكلة الإمارات تريد تحرير جزرها المحتلة، ومشكلة السعودية دول عربية محتلة تريد تحريرها. الانتقاد السعودي الأعنف ضد الإمارات على وسائل التواصل كان من سلسلة تغريدات لإعلامي سعودي اسمه ممدوح الرفيد، قال فيها: ذهبوا إلى إيران في ذروة الصراع معها في اليمن وعقدوا الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية معها، ذهبوا إلى تركيا في ذروة المقاطعة الاقتصادية والحملات الإعلامية ودعموا اقتصاد أردوغان ولم يتوقف التبادل التجاري بل زاد، ذهبوا إلى نظام الأسد بدون الجامعة العربية ودعموه في ذروة المجازر، ذهبوا وطبعوا مع إسرائيل تحت ذريعة إيقاف الاستيطان فزادت إسرائيل من مستوطناتها، عملوا على شيطنة القضية الفلسطينية بكل الطرق والوسائل، ذهبوا إلى لبنان حزب الله عندما أساء وزير خارجيتها شرب الوهبي للخليج ودعموه اقتصاديا، دعموا فئة وشيطن أخرى في اليمن مما تسبب بتشتيت الجهود وشق الصف وتقوية الحوثي. وتابع الرفيد: مغرديهم المعروفين لم يتوقفوا يوما عن الهمز واللمز والإسقاط ضد المملكة تلميحا وتصريحا، كل هذا ويدعون أنهم أصحاب رؤية ثاقبة ومبادرات سلام تخدم المنطقة وأنهم السباقون لذلك. ولكن عندما تصالحت المملكة مع إيران بوساطة ورعاية وضمانة صينية، وعندما تفاوضت المملكة مع الحوثي، جن جنونهم وأطلقوا مغرديهم لتصوير المملكة بأنها هزمت من إيران بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص. لكن يا بن خالتي، الموضوع ما وقف عند حد التراشق عبر وسائل التواصل، بل وصل إلى أخذ السعودية قرار بإقفال أحد المعابر الحدودية بين السعودية والإمارات. التريلات دي كلها التريلات طبعا الداخل السعودية جاية من الإمارات داخلة على السعودية.
الخطير بالموضوع انه اقفال المعبر ما كان بسبب الخلاف السياسي فقط، بل كمان بقول لك انه السعودية اكتشفت انه الامارات عم بتقوم بتهريب عشرات ملايين حبوب المخدر الى داخل السعودية، ويبدو انه تم توثيق ذلك بالصوت والصورة. حساب لمغرد سعودي باسم الجنرال MBS كتب تغريدة بيقول فيها: جمارك منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، تعد من أكبر محاولة التهريب. طبعا في تلميح بوسائل الإعلام إنه الرسالة اللي بعثها محمد بن زايد للملك سلمان بطلب منه فيها التدخل شخصيا، وإنه يتعهد إنه ما بقى يعيدها، هيك على ذمة الحكي على وسائل التواصل. بس هون في سؤال مهم بيطرح حاله: إذا كان ابن سلمان وابن زايد عم بيمشوا على نفس الخطوات، مش مهم مين الأول ومين الثاني؟ طب ليش داقين الجماعة ببعض بهاي الطريقة؟ الجواب عزيزي المشاهد وبكل بساطة هو إنه خطة ابن سلمان لتعزيز نفوذ العاصمة الرياض وتحويلها إلى مركز اقتصادي إقليمي هي اللي زعجة ابن زايد ومطير النوم من عينيه. بتتذكروا لما ابن سلمان طلع قرار إنه السعودية مش رح تتعامل مع أي مؤسسة ما بيكون مقرها الإقليم الرئيسي موجود في الرياض، مش بأي بلد ثاني؟ وبتتذكروا لما ابن سلمان أعلن عن مخطط المكعب في قلب الرياض في نفس اليوم اللي أعلن فيه ابن زايد افتتاح البيت الإبراهيمي؟ هذا كله بيخليك تعرف إنه ابن زايد مرعوب إنه الشركات تستجيب للضغوط السعودية وتنقل مكاتبها من دبي وأبو ظبي إلى الرياض، وخصوصا إنه في مؤشرات بدأت تدل على إنه هيك رح يصير. موقع صحيفة بلومبرج المتخصص في قضايا المال والأعمال عمل تقرير مفصل عشان يسلط فيه الضوء كيف إنه الرياض عم بتحاول تغري الموظفين الأجانب اللي عايشين في دبي عن طريق زيادة في المعاشات تصل إلى 50% مقابل إنهم ينتقلوا من الإمارات إلى السعودية. والصحيفة بتقول إنه الرحلات الجوية بين أبو ظبي والرياض ما عادت تقتصر على الرجل، بل صار في أطفال ونساء من ذوي البشرة البيضاء، ما يعني إنه في عائلات لموظفين أجانب بدأوا بالفعل ينتقلوا من أبو ظبي إلى الرياض. لكن الصحيفة بتخصص التقرير تبعها عشان تحكي عن الصعوبات اللي بيواجهها مشروع ابن سلمان، لدرجة إنك بعد ما تقرأ التقرير بتوصل لقناعة إنه هذا مجرد سراب وخيال ومستحيل يزبط. التقرير مثلا بركز إنه ابن سلمان أقال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض مؤخرا، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المخطط الرئيسي، مما يشير إلى إحباط ولي العهد بسبب عدم إحراز تقدم. ومنها كمان إنه البنى التحتية في الرياض من شبكة مواصلات ومياه وكهرباء غير مؤهلة تتحمل زيادة سكان الرياض إلى 15 مليون. يعني مثلا نظام المترو كان مفروض يبدأ استعماله في العام 2019، ونحن اليوم بعد 4 سنين بعد المشروع ما انتهى. هذا غير إنه التكلفة السنوية لشقة مكونة من غرفتين بس في أحد أرقى أحياء الرياض بتكلف المعيشة فيها حوالي 50,000 دولار أمريكي. وعندك كمان العوائق الاجتماعية والعادات والتقاليد. بيقول التقرير إنه الأجانب بيحبوا يدخلوا أولادهم مدارس خاصة، وبيحبوا يلبسوا ويسكروا ويصاحبوا، ويمكن كمان بيحبوا يعملوا مجتمع ميم وغيرها من أنواع الترفيه. وصحيح ابن سلمان سمح للنساء بقيادة السيارة وغض النظر عن العلاقات خارج الزواج، وما عاد يلاحق جماعة الميم، وألغى تصاريح استيراد الخمور. لكن هذا كله بعده بيصطدم بعقلية المجتمع، لأنه الرياض على عكس دبي الأجانب رح يعيشوا فيها بين ناس سعوديين، مش مثل دبي اللي الكل فيها غريب وما حدا بيعرف حدا والكل عايش على راحته. وبيسأل كاتب المقال: شو بالنسبة للكلاب؟ الأجانب بيحبوا يربوا كلاب، رح تسمح الرياض إنهم يجيبوا كلاب معهم؟ هذا السؤال هو اللي ختمت فيه الصحيفة تقريرا. واضح إنه بلومبرج عم تكتب مقالات لصالح الإمارات ضد السعودية، لأنه في تقرير ثاني قالت إنه ابن سلمان شخصيا وما حدا غيره هو المسؤول عن عار السعودية في اليمن، وإنه هو اللي بيتحمل مسؤولية سياساته كلها من وقت ما كان وزير دفاع لحد مقتل خاجقجي إلى غيرها من القضايا. المعلومات بتقول إنه في نهاية العام 2022 تقدمت ما يقرب من 80 شركة عالمية بطلبات للحصول على تراخيص لنقل المقر الرئيسي إلى الرياض قبل انتهاء المدة المقررة واللي بتبدأ ببداية العام المقبل. وبيوصف وزير الاستثمار السعودي خالد الفاتح هذا السعي بأنه بهدف تحويل الرياض لتكون العاصمة الكبرى للشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا.